هل سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم يقصد بأن بضعة من جسمه صلى الله عليه وسلم فقط، أم أن هناك بضعة معنى آخر؟ لا شك أن هناك معنى آخر. لماذا؟ لأن حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون المضموم إليه حسيا فقط، يعني ما عندوش سر وما عندوش مكانة عند الله وهو مضموم إليه. لا، نحن النعل الشريف الذي يلبسه صلى الله عليه وسلم نعده فوق الكونين. النعل الشريف الذي يلبسه نعده على رأس هذا الكون تستوي نعل محمد صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا النبهاني. فكيف بالبضعة منه صلى الله عليه وسلم؟ المعنى هذا لعله بدأ يفهم، أي أنها وإن كانت لها روح بني آدم، ولكن ما مستوى تطورها هذه الروح، ما مستوى نورانية هذه الروح، ما مستوى قدسية هذه الروح. بقي تفهم ما مستوى قدسية هذه الروح؟ افهم بمعنى آخر سنضربه. جاء أحد المريدين لشيخه من السادة الشاذلية، قالوا يا سيدي راني شفت واحد المنام وراني متخوف ومتحشم منه. قالوا كيف؟ قالوا أنا شفت سيدنا رسول الله البارح وجاي داخل عليه وقف لي وقبل لي هنا بين جبهتي. يعني قال له أنا كيف أنا سيدنا رسول الله هو اللي؟ قالوا لا ما تخافش، رؤية سيدنا رسول الله في المنام راح تأتي بالمثال، ما هيش على حقيقتها، ولكن مثالها أنه هو سيد الوجود، أن معنى الوجود كله سيقوم لك، ولن تموت حتى ترث القطبية. هذا في المنام لما قام له سيدنا رسول الله ورث ما ورث القطبية، فكيف بالذي قام لها في الحقيقة صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الذي قام لها؟ الوجود بكله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما عظم صلى الله عليه وسلم شيء إلا لتعظيم الله